طيب لما بنعمل حاجة هنستخدمها في حياتنا أو في البيت لازم بنبص على حاجتين مع بعض، الوظيفة بتاعتها وشكلها. لو الوظيفة بتاعتها شغالة كويس والشكل حلو أو وحش ممكن نعدي الموضوع، لكن لو الشكل حلو إنما الوظيفة وحشة هنا عندنا مشكلة. طيب هو إيه المشكلة اللي عندنا في السلم ده؟ الحقيقة عندنا كذا مشكلة. تعالوا الأول نفهم إحنا ليه أساسا بنعمل السلم. الهدف من السلم ده إن هو ياخدني من الدور ده للدور اللي فوق. المسافة دي 3 متر. ال3 متر دول يعني حوالي 20 سلمة. لما بنيجي نطلع أي سلم في حياتنا، يعني السلم بتاع بيتنا مثلا، بنطلع شوية سلالم حوالي 10 سلمات وبعدين بنطلع بسطة نغير اتجاهنا ونطلع 10 سلمات تانيين. الهدف من البسطة دي هو إنك ما تحسش إن السلم طويل وإنك تريح شوية في النص، لكن الحقيقة هنا علشان السلم اتعمل بالشكل الدوران المكمل على طول ده، اتعملوا ال 20 سلمة مرة واحدة. طيب ده بيعمل إيه؟ ده بيعمل الإحساس اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي، ان السلم طويل جدا وصعب جدا في الاستخدام. لما هاجي هنزل عليه هنا انا حاسس فعلا ان السلم ما بيخلصش. فدي اول مشكلة، انه السلم بيدي احساس مش حلو واحنا بنستخدمه، بيحسسنا ان هو طويل، والحقيقة ان هو كمان في الطلوع وانا طالع عليه انا مضطر اطلع ال20 سلمة مرة واحدة، فده بيكون فعلا متعب خصوصا للناس الكبيرة. دي اول حاجة. طيب تاني حاجة بالنسبة لي هي مقاسات السلم نفسها. السلم المفروض ان انت تقدر تنزل عليه وانت مغمض عينك، يعني لما تحط رجلك تبقى واثق ان رجلك هتتحط في المكان المظبوط. عشان كده في مقاسات ستاندرد للسلالم، يعني الحتة اللي انا بحط فيها رجلي دي ليها مقاس معين ما ينفعش تقل عنه. كل ما بتقل عنه كل ما نزول السلم بيبقى اصعب. في السلم الدوران بيبقى عندنا مشكلة انه الناحية الشمال مش زي الناحية اليمين، ناحية واسعة وكبيرة والناحية التانية رفيعة وصغيرة. في السلم ده مثلا الناحية دي مقبولة كويسة، لكن لو واحنا نازلين انت حطيت ايدك كده على الدرابزين ده وقررت تنزل من على الناحية اليمين، بصوا رجلي فين؟ اكتر من نص رجلي بره. لو انا مش واخد بالي اللي هيحصل انه رجلي دي غالبا هتتزحلق. لو حد كبير هتكون مشكلة، ولو طفل صغير مشكلة كمان كبيرة جدا. فالجزء ده ما ينفعش يبقى بالحجم ده، دول حوالي 10 سنتي. تالت مشكلة ودي ممكن تكون مختلفة من حد لتاني، هو مكان السلم نفسه بالنسبة للشقة. دي ممكن نختلف فيها لأن دي مرتبطة أكتر باحتياجات العميل وقرارات المهندس. بس مكان السلم في المكان ده عمل لنا شوية مشاكل غريبة. يعني بصوا كده احنا هنا الحيطة دي لقيناها عاملة ازاي، واخدة دوران علشان خاطر الطرقة دي بقت ضيقة جدا. لو خد الحيطة فعلا عدلة هتبقى أضيق كمان، فاضطر ان يبقى في عندي حيطة مدورة غريبة جدا، ومن جوه حمام تشطيبها هيكون صعب وفي مشاكل كتير. من الناحية التانية مثلا كان طالع حتة صغيرة، فاضطر هنا يتعمل مش عارف ده حوض زرع تقريبا او حاجه، فمبقاش الاستخدام برضو احسن حاجه. علشان كده مهم جدا زي ما قلنا ان احنا نفكر في الاستخدام والشكل. الشكل محلول لكن الاستخدام فعلا ملوش حل.